السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مكسخين وأحلى متابعين وأحلى جمعية في العالم هي الترجي الرياضي التونسي. لكن نبدأ الفيديو أرجو منكم دعم جيم بارتاج أبوني في يوتيوب ماكس بارتاج، خلي الفيديو يوصل وفعلوا كل جرس باش يوصلكم كل جديد اللي مش حكاو انتدابات الترجي التونسي. باش نحكيو كالعادة على الميركاتو ككل. مبروك علينا كاستي ويصح البارحة مكشخ، ومبروك انتداب ان شاء الله باش يكون من طراز رفيع وسط ميدان دفاعي ممتاز. باش نحكيو زاد عدة مواضيع، باش نحكيو على يوسف البليلي، باش نحكيو على ريبيرو واهم حدث في الصفقة ذي، وزاد باش نحكيو على ملاعب مفاجأة في اخر الفيديو. تراقبوا الفيديو الاخير يا احلى مكشخين ومتابعين باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة لي انا باش نحكي على صفقة ريبيرو. بالنسبة باش نحكي على موضوع ريبيرو، الصفقة قاعدة تم بصفة رسمية، وايضا تنقل شكر الواعر حسب معنا موزعيك فهم وحسب عدة إعلاميين اللي معنا الصفقة باش تم نسبة كبيرة، وجاك ديارا في الاتحاد وعملوا له راتب معنا خاص به هو في الاتحاد باش صح مع فريق الاتحاد، وأيضا ريبيرو في الترجي التونسي مقابل زاد لاعب كرة الطائرة اللي بنسبة كبيرة باش يمشي لاعب كرة الطائرة زاد من الترجي التونسي الاتحاد الليبي. والصفقة ذي تمت معنا نقولوا بصفة معنا قاعدة تتم بصفة رسمية، وإن شاء الله بقدر ربي فما كان الخير. متفائل اللي ريبيرو بنسبة كبيرة في الترجي الرياضي التونسي إن شاء الله. لكن هذا الكل ما يمنعش اللي هي بصفة رسمية لحد الآن، خاطر نستناو الصفحة الرسمية. لكن في آخر المستجدات حسب معنا موزايكا فهم كل شكر الواعر باش يخلص الصفقة الرسمية في ليبيا، وأيضا جاوا جماعة الاتحاد الليبي، وزاد كيف فما تفاوض كبير، وإن شاء الله بقدر ربي الصفقة تمت بصفة كبيرة. المصادر فما إعلامي ليبي ينزل تو نخلي لكم تلقاو فهمتني ولا كل شيء فيما يخص هذا الحديث اللي نحكي عليه، وتلقاوه زاد هنا موجود معنا في الصور اللي معنا توضح اللي معنا بنسبة كبيرة صفقة ريبيرو باش تتم بنسبة كبيرة إن شاء الله. وأيضا في انتقال جاك ديارا، صفقة تبادلية في انتقال جاك ديارا، وأيضا لاعب كرة الطائرة وأموال أخرى إن شاء الله ضخت، وكل ساعة معناها باش تتم صفقة ريبيرو خاطر لاعب سوبر إن شاء الله يقدم إضافة الترجي التونسي هذه اللي بها الفايدة. زاد كيف الناس الكل تحدثوا على يوسف البليلي اللي بالنسبة قالوا بنسبة كبيرة صح في الترجي التونسي، لكن لحد الآن فما حد شيء رسمي. الملاعب بمعنى فما شكون صوروا في قامرت مع الملاعبية، إن شاء الله يكون الخبر صحيح. لكن لحد الآن فماش حد شيء رسمي. إن شاء الله يوسف قاعد يعمل في تحذيرات كبيرة ياسر حسب ما شفت البارحة، وتحذيرات كبيرة ياسر من يوسف البليلي. موضوع يوسف البليلي كما قلت لكم، يوسف البليلي يتدرب بصفة رسمية وعنده بريباراسيون فيزيك خاصة به، وقاعد يحضر كما يلزم للموسم الجديد. ان شاء الله يوسف البليلي فما شكون يقول لك صح، واخذوا له تصويره في قامرت مع اللاعبين الترجي التونسي. ان شاء الله صح يوسف البليلي زاد يبقى قيمه ثابته، وان شاء الله لو كان يوسف البليلي صح باش يقدم اضافه، متاكدين باش يقدم اضافه بنسبه كبيره للترجي التونسي كما قال وليد الهيشري وكما قالوا عديد الاعلاميين اللي يوسف البليلي يبقى قيمه ثابته. زاد كيف نحب زاد نتطرق لحاجه واحده، نقول كل الدعم لشكري الواعر مهما كانت الظروف. هذاك ولدنا وما ينجم حتى واحد يدورنا على ولدنا شكري الواعر. شكري الواعر ابن الدار، وهو اللي هو في الترجي التونسي يخدم بقلبه ورب ويضرب بالبوني على خاطر الترجي التونسي، والناس الكل نعرفوا هذايا. بالنسبه للمدرب ريجي كام امبارح ان شاء الله بقدر ربي ريجي كام باش يقدم اضافه، خاصه بالنسبه لريجي كامب الناس الكل بدات تتنبر عليه وخسر ضد المرس. بالنسبه لمباراه تجريبيه وناقص عديد اللاعبين، الركائز الفريق مشاو، وايضا قاعد يلوج على التوليفه المناسب. بالنسبه لنا مباراه وديه، بالنسبه لنا مباراه وديه ماهيش روبير، نستناو المباريات الرسميه وما نحكموش على المدرب من تويكا. عشان ناس غفاصه بدات تحكي على ريجي كامب وكذا، خلي المدرب يخدم في عقله، خلينا مشروع الرياضي وسيبوا شكر الواعر يخدم في عقله. من بعد ان شاء الله تو يجي الحديث ان شاء الله تبمبي كوره في التيرا ونشوفوا اضافه من اللاعبين ومن المدرب ومن خدمه ككل نتاع شكر الواعر. هاي بدات تبان ان شاء الله، وان شاء الله جاي خير باذن الله للترجي التونسي. نحكيو عليه ملاعبي اللي هو باش يكون يمكن نسبه كبيره في صفقة الحسم، على خاطر كما نشوفوا في المباريات الأخيرة اللي عندنا مشكلة على المستوى الدفاعي. الترجي التونسي استغل الفرصة أنه يبحث على مدافع مخضرم ومدافع عنده خبرة إفريقية، لكن اسم حتى الآن هو مازال مجهول الاسم. لكن أنا حسب ما نقولوا قاعد معنا نبحث باستمرار، وقاعد كل شيء نتبع في كل أخبار الترجي الرياضي التونسي، وما نترك حتى صفحة وحتى إعلامي إلا من نتبعه ونشوف في الصفقات كيفاش تتم، ونتبع الإعلاميين ونتابع زايدة في وكلاء الأعمال ونتابع في كل شيء. بالنسبة لخصوص الصفقات الكل للفرق الكل والأندية الكل معناها عندي عليها علم ودراية كبيرة، على خاطر هذه الخبرة اكتسبتها اني بالتوقعات الانتداب الملاعبية، وايضا كيف نبحث على الملاعبي
ونشوف الأخبار والمصادر ونتأكد بصفة كبيرة، لكن صفة تبقى ضئيلة إنه الملاعب باش يصح ولا ما يصححش، هذيك حاجة خارجة عن نطاقي، تبقى الكلها أمور مادية، لكن الباقي الكل توقعات وحسب معناه نقولوا نحن جس النبض للملاعبي باش يجي للدرجة التونسي ولا لا. تبدا بجس النبض، وتبدا ايضا بين جس النبض من بين الوكيل الاعمال الفنيه للدرجه التونسي، وتبدا بجس نبض. فما عديد وسائل مغربيه اعلاميه تتحدث عن اللاعب اللي نجم يجي للدرجه التونسي كمدافع، وهو نسبه عديد اعلاميين مغربيين يحكيوا على كريم البوناقات، لاعب مغربي وعنده امكانيات كبيره كمدافع وعنده خبره كبيره افريقيه، وايضا مدافع ممتاز في الدوري المغربي وعنده امكانيات كبيره. بالنسبه لكريم بونغات عمره 25 سنه، الطول 189 مركز التكوين قلب دفاع، ويمكن لعب زاد كظهير ايسر، نجم يفيدنا كثير كظهير ايسر. هذاك علاش خمت فيه بنسبه كبيره يمكن الترجي التونسي، يمكن ما فماش حتى شيء رسمي لحد الان، هذا مجرد كلام. الجنسيه هو مغربي الجنسيه، وايضا ممتاز جدا مع سي او دي ام مكناس في موسم 2025 و 26. هذا حسب معناها ترانسفير ماركت وفوت موب. وايضا القيمه التسويقيه للملاعب حوالي 350 الف يورو على حساب ترانسفير ماركت. في اخر تحديث ظهر بالمصدر فوت ماب يقدر قيمه انتقاله بحوالي 377.6 الف يورو. بالنسبه لي انا ملاعبي في المتناول، صفقه ان شاء الله تكون صفقه خير على الترجي التونسي. مدافع ممتاز وظهير ايسر ممتاز وعنده امكانيات كبيره، وينجم يلعب في دو بوست، وهذه حاجه مهمه ياسر للترجي التونسي، خاصه على مركز الدفاع والا على مستوى الظهير الايسر، وهذه حاجه ياسر باهيه. بالنسبه لي انا ملاعبي مع الفريق نتاعو في مكناس، لعب 24 مباراة 1865 دقيقة لعبهم، سجل هدف وحيد ببيانات فوت ماب، وايضا مع خذا معناها 3 بطاقات صفر، ثالث موسم كامل خذا 3 بطاقات صفر، وهذه حاجه باهيه توريك ملاعبي ذي ريكس، ملاعبي يعرف شيعمل، ملاعبي يتدخل برشاقه، وملاعبي ممتاز جدا، وملاعبي عنده امكانيات كبيره اناقه. بالنسبه لي انا الملاعبي صراحه عجبني، عنده ما يقول في روحه كمدافع، وايضا نجم يفيدنا كظهير ايسر اضافه لانه مدافع. هذه حاجه باهيه كي تلقى ملاعب بوليفالون، ملاعب يلعب في اكثر من مركز، هذه حاجه باهيه للملاعب. ارجو منكم الدعم، جيم وبارتاج وابوني في الشان يوتيوب. يا احلى مكسخين واحلى متابعين، الى اللقاء.